عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حبايبي هنعمل الكبدة الجملي، وما أدراك ما الكبدة الجملي وعشاقها طبعا. الكبدة عامة ما بتتغسلش، تتغسل بحاجتين بس: ليمون أو كوباية لبن. طبعا أنا عندي مقدار كيلو من الكبدة الجملي جميلة قدامكم اهي، وعصير 4 ليمونات. هرشها عليها كده واسيبها منقوعة فيها كده. هو ده عبارة عن غسيل الكبدة الجملي. وبعد كده 10 دقايق واصفيها. هنعمل ايه؟ تعالوا بقى بينا على النار نشوف هنعمل ايه. ادي صينية او طاسة كبيرة على حسب الحجم، وحطيت فيها معلقتين زيت، وده اسمه الصنم او الدهون بتاعة الجمل. قطعتها صغير كده بيديها لي مع الكبدة، وهنزلها في الزيت، معلقتين الزيت دول. ومسخنة طبعا الصينية، وهسيبها في الزيت دي تسلي السمنه اللي فيها، اللي هشوح فيها الكبده على نار هاديه، ولما تخلص اوريها لكم. اهو سيحت الدهون دي اللي انا قلت لكم عليها. وبعدين اول حاجه هعملها دلوقتي هنزل الفلفل، ياخد التشويح والريحه كده ويدي وريحته تطلع. وبعدين ابتدي انزل التومه اللي بتدينا الريحه الجميله والطعم الرائع اللي تحبي تغمسيه. يبقى اول حاجه ارمي الفلفل كده تطلع ريحته، وبعدين انزل 5 6 فصوص ثوم واقطعهم سلايس كده، تطلع برضو ريحته ما يتحرقش وياخد من الطعم بتاع الدهون بتاعت الجمل. او لو عندك ليا حته زبده بلدي، بس الحاجات دي بتطعمها اكتر. بس تطلع ريحته ويدبل على بسيط كده هو والفلفل. من شروط الكبده الجملي اساسها ما تاخدش دقيقتين على النار، يا دوبك تغير لونها، تطفي عليها وتحطي التوابل طبعا، وبعدين تطفي عليها تقلبتين كده. ليه؟ لان كل ما هتسيبيها على النار هتشد. الكبده الجملي عامله زي شبيهه القناصه، الكلاوي، الحاجات دي. لو كل ما هتسيبي دي النار عليها هتشد ومش هتبقى حلوه. يا دوبك تغير لونها، تاخد توابلها، تطفي عليها، وبألف هنا. جبت الكبده بتاعتي اهي وهنزل. طبعا الراجل بيديكي معاها كلاوي، قلب، طبعا ما انت عايزه فيها على طول. كام دقيقه على النار تغير لونها بس، تبتدي تضيفي التوابل. دلوقتي حبايبي زي ما قلت لكم انا شوحت فيها كام تشويحه كده 3 4 دقايق، ما نغيبش عن اكتر من كده، يا اما هتشد. ايه هي بقى التوابل اللي هحطها؟ فلفل اسمر، كزبره ناشفه، قرفه، جنزبيل، ربع معلقه كمون، بهارات لحمه، واروح منزلاها عليها كده، موزعاها بجانب بشرة جوز الطيب، واقلب توابلي كويس. تندمج معاهم، واروح حاطه الملح بتاعي، معلقه ملح صغيره اوزعها كده، كمان نص معلقه، ظبط الحب حلو، واقلب. طبعا الصوص اللي انتوا شايفينه تحت ده اللي فيه الثوم والتوابل واللي نزل من الكبده، احلى حاجه بنتخانق عليها ونحب نغمسها في منتهى الطعامه. وكل اللي دقها من ايدي قال ما شاء الله على الحلاوه والطعامه بتاعت الكبده الجملي. يا ريت تشميها الريحه. وانا كده اقفل بقى زي ما قلت لكم 3 4 دقايق تغير لونها كده، استوت. تسيبوها تشد غلط طبعا. الاكله دي ما تتغرفش بصينيتها كده بصوصها بعيشها بالطماطم المخلله وبألف هنا وشفا. دعموني تلاقوني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.